عديد أهل النار وإن أودية جهنم لتستعيذ من هذا الوادي من شدة حره. هذا لمن أخر الصلاة، فما بالك بمن تركها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، يقول: يا جبريل تضيع أمتي الصلاة، يا جبريل تضيع أمتي الصلاة. قال: يا محمد، يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل. ما سلككم في سقر. وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم: قالوا لم نك من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا أول رد: لم نك من المصلين. يا ويل من لم يصلي، يا ويل من لم يصلي، فلا صدق ولا صلى، لا صدق بالرسالة ولا صلى لله لكنه كذب. يعني الملخص أخي الحبيب، ركز على جانبك الروحي أكثر بكثير من تركيزك على جانبك الجسدي. يعني الصلاة أهم من الإنترنت، الصلاة أهم من الدراسة والعمل، أهم من اللعب، أهم من كل من تعرفهم من الناس، أهم من أبيك وأمك. تخيل، لأن الجانب الروحي فقط هو مدخلك إلى الجنة. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ أتحب خلاق البرايا وتفر منه فأي جهل؟ ترجو الجنان بغير قربى، تخشى العذاب ولا تصلي، تنوي الرحيل بغير ماء يروي ولا زاد وظل. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.